السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ شخباركم؟ اليوم نشارك معكم واحد الوصفه ديال الشيفلور. كل واحد كيحضرو بطريقته. كاين كيديرو بغدا في الفران بالحليب والفرماج والبيض. انا غادي نديرو يتسلق ونديرو الخلط بحال الشكل ديال المعقوده. عندي هنا كما كتشوفوا الشيفلور من بعد ما غسلته مزيان، وغادي نديرو في الماء يكون طايب. صافي شويه الملحه، نخليه حتى يتسلق مزيان، ماشي يطيب بزاف باش ما يتفرتش لينا. وغادي ندير الخلطه كما قلت لكم ديال على شكل معقوده بالطحين والعطريه. نخليها كتخمر واحد شويه. الوقت اللي غنبغي نقلي فيها الشيفلور كنزيد بيضه على داك الخليط. بقاو معايا حتى تشوفوا هاد الوصفه ديال الشيفلور. غنديرو وجبه الغداء مع شويه ديال السردين وشويه ديال القطنيه، اما العدس اما شي حاجه. بقاو معايا حتى تشوفوا كيفاش غادي نحضروا هاد الشيفلور. بعد ما تسلق ليا الشيفلور، هذا هي الخلطه اللي غادي ندير ليه. ندير شويه خرطوم بالديك، شويه السودانيه، شويه ديال التحميره، شويه الملحه، شويه الخميره والطحينه على حسب الخليط اللي غادي يقد لكم الشيفلور. غنخلط هذا الخليط ديال الخليط. كنضيف البيضه، غنضربها مع الخليط ونطيب الشيفلور ديالي في الزيت كيف بهذه الطريقه. بقاو معايا تشوفوا الطبق النهائي. وهذا هو الشيفلور ديالنا بعد ما قليتو. السردين مشطون مع شويه العدس وشلاضه، بصله ومطيشه وقزبر معدنوس، زيت البلديه، وغداء متواضع. شكرا على المشاركه.